السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة هنعمل مخلل البتنجان العروس الحلو ده. لما تيجي تشتري البتنجان من السوق ما تجيبيش الرفيعة قوي لو انت هتخلليه في مية، علشان ما تبقاش يعني ما يبقاش في لما بتبقى مليانة شوية بتبقى يعني ملحمة كده زي ما بيقولوا وفيها قلب. ومعايا البرطمان اللي طبعا يكون ناشف تماما وليه فترة ما تخللش فيه علشان يبقى نفس المخلل بتاعك حلو كده، وشطة حمرا وملح. معايا البتنجان بقى لما اجي اخلله. انا بصراحة اللي حابب يشيل يقلمه كده زي ما انا ما بعمل كده كده شغالة، والطريقة التانية ان انت بتسيبيها بحالها كده برضو شغالة. يعني انا عن نفسي بقوم شايلة بس البوز بتاعها كده وخلاص، يعني ما باقلّمهاش لإني يعني إيه، كده أو كده أنا كنت باعمل برضه كده، يعني هي بتبقى في الشكل بس مش أكتر. بس لقيت إن هي بنفس التخليلة، يعني الفرق ما فيش، هُم الاتنين واحد في درجة التخليل في الآخر. هاقلّمه كده زي ما أنتم شايفين بس البوز بتاع البتنجان بس وخلاص من فوق وهاسيبها. وزي ما قُلت اللي حابب يعمل كده يعمل، واللي حابب يعمل كده يعمل. وطبعًا لمّا زي ما قُلت علّمته كده زي ما أنتم شايفين. لمّا تشتري البتنجان باعيدها تاني، ما تشتريش البتنجانة اللي تكون رفيّعة أوي، خلّي البتنجانة تكون مليانة شوية وملحّمة، عشان تقدر إنها برضه تستحمل المَيّة والتخليل. شايفين قلبه ابيض وزي الفل اهوت، مش مبذر ولا اي حاجه. بس الخطوه ان انت تفتحي ديت تكون ساعه ما تكوني بتحشي على طول، يعني انت هتحشي تفتحي. هنا هحط الملح على الشطه، هو بيعوز اي حاجه غير ملح وشطه فقط لا غير يعني. طبعًا مش شطة ناشفة، يعني حد يقول لي أنا باحط شطة ناشفة. الشطة الناشفة يا جماعة بتقلب معاكِ المَيّة التخليل لسمار، بتسمّره يعني. لكن الشطة اللي هي المفرومة ديّة أو هريسة الشطة بتبقى أفضل بكتير، بكتير بمراحل في التخليل. أنا ما بافضّلش خالص على الإطلاق، ولا عمري عملتها ولا هاعملها خالص الشطة الناشفة ديّة في التخليل بصراحة. كل شغلي في التخليل هو إني أعمل بشطة مفرومة كده تكون طازة، أو عندِك في الفريزر أو عندِك في التلاجة يعني متخزنة. إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو لتخزين الشطة الحمرا. بتجيبي بقى البتنجان يكون بقى طبعًا بنتِك، يعني ما يُفضّلش إن أنتِ تفتّحي شوية وبعدين كده تحشي وبعدين تحطّي في البرطمان. لأ، تكون بنتِك معاكِ وتفتّح وأنتِ تحشي وراها عشان قلبه يكون أبيض زي ما هو كده، ما يلحقش يسمر. و وتحشي أول بأول، يعني هيكون اسمر وتقومي رايحة حاطة الحشو. لأ، ما بافضّلش الخطوة ديّة، يا ريت يكون أول بأول. يعني حتى بنتي لمّا بقت تزيد كده في بتنجانتين 3 أقول لها اصبري لمّا أحشيهم وبعدين اعملي. تقول لي مش أقول لها لأ، قلبه إحنا عايزين قلبه يكون أبيض زي ما هو، ما يلوّنش ولا يسمر ولا يكون أي حاجة خالص، عشان البتنجانية معاكِ تاخدي في الآخر نتيجة حلوة كده ومضمونة. ويكون يعني قلبه زي شُفتِ البنفسج كده. طبعًا الخطوة ديّة بتيجي لمّا بتكون أنتِ عاملة المراحل بتاعة البتنجان صح. مش إن أنا مثلًا هافتّحه الأول وأسيبه وبعد كده أبدأ أحشيه، لأ. فبتحشيه بقى كده شطة وملح زي ما أنتم شايفين، في طريقة ديّة وفي الطريقة التانية اللي أنتم لو حابين تسلقوه نُص سلقة، يعني تسلقي البتنجان نُص سلقة، وبعد كده تطلّعي نفس الحشوة الملح والشطة وتحشيه وتحطّي عليها المَيّة، كده شغّال وكده شغّال. بس أنا أُفضّل إن إحنا دلوقتي في الصيف الحاجة بتطيب بسرعة وبتستوي بسرعة على الرخامة. ألا إذا كنتِ هتحطّيه في البرطمان في التلاجة هتعملي كيلو أو كيلو إلا ربع بالكتير، وتحطّيه في برطمان ويكون في التلاجة. لو هتسلقيه وتحطّيه في مَيّة، يعني في ناس بتسلقه بس وتحطّه تحشيه. يعني أنا ولادي عندي بيعشقوا برضه البتنجان المسلوق. وما بيتحطّش عليه مَيّة ولا أي حاجة، بتسلقيه وتحشيه وتحطّي عليه شوية ليمون بس كده، عصرة ليمون على وشه ومعلقتين خل رش بس كده من فوق. بيحبّوا كده، ده في التلاجة. أمّا المسلوق بيحبّوا المسلوق وتحطّي عليه مَيّة ويكون في برطمان وعلى الرخام. فطبعًا الجو حَر، لو عملته مش طبعًا إحنا يعني مش كل يوم أكل المخلل عشان برضه غلط على الصحة. يعني بالكتير أوي كل واحد بتنجانة أو 2 على الأكل، علشان كتر الملح والكلام ده بيخلّينا نشرب مَيّة كتير وبنعرق كتير. فبرضه هو مفيد بس في نفس الوقت مُضر.
هنا بقى حشيت زي ما انتم شايفين كده وخلصت، ولازما ايه يعني ايه اكبس كده البرطمان زي ما انتم كنتوا شايفيني في الفيديو. لازما تكبسي البرطمان عشان ما يبقاش فيه اي فراغات ولا اي هوا، علشان البتنجان بتاعك ما يعومش على الوش كده. وتحسي ان لان في فراغات انت ما كبستهوش، فبالتالي البتنجان لما بعد يوم ولا اتنين بتلاقي البتنجان عام على الوش، وعمل يعني الكام بتنجانيه اللي على الوش معفنين لان الميه مش طايلاهم، وهو عايم على الوش كده، والفراغات بتبقى من تحت. طبعا البتنجان ده عايزه اقول لكم ان هو كان ليه بقاله كام يوم عندي، وكنت مكملي برضو كنت تعبانه ما عملتوش، فركنته. فلقيت فيه الصابح كله، والدبلانين دولت قلت هعملهم افقشهم كده في الزيت، برضو بيحبوا بصراحه. الاولاد عندي بيحبوا البتنجان المخلل، بيعشقوه، وانا كمان بحبه موت بصراحه. خصوصا البتنجان المتفقش في الزيت ده، وتحشيه برضو وترش عليه خل وليمون كده، بصراحه انا بموت فيه بحبه قوي. لازما اكمغ زي ما انتم شايفين كده، لازما املى البرطمان على الاخر، ما اسيبش اي فراغ فيه خالص. اضغط، انا كنت بضغط جامد يعني، ايديا كانت وجعاني حتى من الضغط، بس ده مش مهم علشان ما بوظش ولا بتنجانيه واحده، ولا واحده هتبوظ منك لو انت كمخت زي ما انا بكمخ كده على الاخر وضغط عليه على الاخر. دول زي ما قلنا الدبلانين دولت انا هحوشهم بقى ايه، خلاص اصلا البرطمان اتملى، لو كان احتاجهم كنت هحطهم، بس انا هفقشهم في الزيت. هنا بقى مش هنحط ميه بملح، لان طبعا احنا حاشين البتنجان وما ينفعش نحط ملح تاني، فبالتالي هيبقى شرش مش هتعرفي تاكليه. انت حشيتي البتنجان بتاعك هتحط ميه بيضه مش اكتر، مش هتحطي ملح خالص، الا اذا بقى هتحطي ملح، الا اذا انت كنت فاتحه وحاطه حاجه بسيطه جدا بس ملح حاجه بسيطه. لكن انا ما كنتش حاطه حاجه بسيطه، انا حاطه حشو عادي كأن البتنجان محشي، فعشان كده حطيت ميه قدامكم، كنت ممكن احطها في طبق، بس انا حبيت اوضح لكم وفضيتها من الازازه على طول، علشان يعني اثبت لكم ان ديت ميه بدون ملح، ميه ما فيهاش اي ملح خالص، لان يكفي الملح اللي انا حطاه في البتنجان عشان ما يبقاش حادق معاكي، او زي ما انت بتحبي بقى. في ناس بتحب الحاجه حادقه، في حاجه يعني المعقول حلو، ولا هو حادق قوي ولا هو عادب برضو قوي، لان الحاجه لما بتبقى عادبه قوي بتبوظ منك برضو. يعني مش لازم كل حاجه تكون لها قانون ولها خطوات كده لازم تتبعيها. هجيب هنا بقى حطيت رشه من الملح، وجبت ليمونتين كده وشققتهم وعصرتهم، دي بتبقى ماده حافظه بس للطبقه اللي على الوش. وطبعا هجيب انا عندي الغطا بتاع البرطمان بتاعي مشروخ، فعشان كده هضطر ان انا اقفله يا بكيس تلاجة، كيس لبن من بتاع التلاجة ده، او انا عندي اللي هو الاسترتش ده، بس بصراحة انا كنت بعمل لوحدي وايديا مبلولة، فعشان كده معرفتش اعمله لوحدي. بنتي جت ساعدتني فيه، بقت تشد من ناحية بيلم زي ما انتم عارفين، بتيجي تشد من ناحيه تلاقيه لامم من ناحيه، جيت اقطعها خالص باظت، فاضطريت ان انا بنتي تشد من ناحيه وانا من ناحيه زي ما انتم شايفين اهو في الفيديو، علشان يكون مظبوط معايا كده، واغطي البرطمان بتاعي كده عشان ما يبقاش في اي هوا خالص، لان زي ما قلت لكم ان البرطمان بتاعي الغطا بتاعه مشروخ، لو هو سليم عادي ممكن ما تحطش الخطوه دي. ده كان فيديو النهارده كده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه واتبسطتم واتسليتم وطلعت منه ولو بمعلومة صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.